عشان نبتدي نعمل حساب ادسنس احترافي من الالف للياء لازم في البدايه خالص تفتح متصفح يختلف عن المتصفح اللي انت بتقعد عليه. يعني مثلا انت كل استخدامك على جوجل كروم، فتحمل مثلا متصفح زي موزيلا فايرفوكس او متصفح اوبرا. المهم ان يكون ادسنس ليه متصفح خاص بيه، ما تفتحش عليه اي حاجه تاني غير اكونت ادسنس. كل ده عشان بس تريح دماغك من الارتباطات وتريح دماغك من اي مشكله ممكن تحصل، انك مثلا ممكن تفتح اكتر من حساب في نفس المكان، فده ممكن يعمل لك مشاكل في حساب الادسنس بتاعك. فانت ببساطه شديده، ولا هقول لك متصفح خفي ولا هقول لك الكلام ده، انت مثلا بتستخدم متصفح جوجل كروم، انت حياتك كلها في جوجل كروم، حمل مثلا متصفح زي موزيلا فايرفوكس زي ما انا عامل كده اهو، وده عامله للادسنس. كل اكونت ادسنس يكون له متصفح مختلف عن التاني، والمتصفح اللي انت بتستخدمه ده، بُص ما تفتحش عليه أي account وما تفتحش عليه أي حاجة، هو لحساب جوجل أدسنس بس. طيب ده رقم 1. رقم 2، محمد يا علاء هو أنا هيلزمني إيه في الموضوع ده؟ أول حاجة إن أنت تكون أكبر من 18 سنة، تمام. طب ماشي، أنا أقل من 18 سنة يبقى تعمل الحساب باسم أخوك الكبير أو باسم والدك أو والدتك، تمام، أو باسم أحد المقربين ليك، أو المهم إن هو يكون أكبر من 18 سنة. طيب محمد يا علاء يالّا بينا نبتدي، يالّا بينا. أول حاجة محمد، هو أنت جايبني بس فين الأول؟ أنت أول حاجة هتعملها هتكتب كلمة جوجل آد موب. محمد أنا باقول لك عايز أعمل أدسنس، لأ ما هو أنت في البداية لازم تعمل حساب على جوجل آد موب، وبعد كده بنعمل عن طريق الآد موب ده أدسنس. ركّز معايا، أنت بعد ما كتبت كلمة جوجل آد موب بتخش على أول اختيار، بعد كده بتقوم عامل اشتراك، بعد كده ببساطة شديدة بعد ما بنعمل اشتراك، ببساطة شديدة أول حاجة هنقول له yes، ما فيش مشكلة، تمام. بعد كده ببساطة شديدة نطلع بقى من هنا أهو، أول حاجة هنختار الدولة اللي إحنا مقيمين فيها، وأنا في حالتي أنا مصر، فهاختار Egypt. أنت طبعًا على حسب الدولة اللي أنت مقيم فيها. طبعًا الموضوع ده بقى لو يهمك ترجم الكلام ده واقرا الاتفاقيات دي، لإنك لو انتهكت أي اتفاقية فيهم حساب الAdsense بتاعك بيتقفل، فأنت اقراها بالكامل براحة راحتك عشان الحلقة ما تطولش. طيب بعد كده هتقول له start using AdMob. تمام، هيقول لك طيب حضرتك نستأذنك بس تدّينا رقم التليفون، ما فيش أدنى مشكلة، اكتب رقم التليفون الخاص بيك. في الحالة دي هنكتب رقم التليفون ده، تمام، والمفروض إن هو يبعت لنا text أو رسالة على التليفون، هنقول له ما فيش مشكلة ونعمل send بعدها. أنتم شايفين دلوقتي أنا مستني الverification أو كود التفعيل اللي هييجي لي دلوقتي على التليفون أهو. وبالفعل يا شباب بعد ما دخلنا الكود نقلنا على الصفحة اللي قدامكم دي، ببساطة شديدة هاقول له انقلني لAdMob. تمام، المفروض إن أنت حضرتك ببساطة شديدة بتنزل عند كلمة الدفعات اللي هي payments دي، وببساطة شديدة بنبتدي نعمل حساب الدفعات. لأ أنا من وجهة نظري هنعملها بقى بطريقة مختلفة شوية، إن إحنا هنروح لجوجل أدسنس ونسجل دخول بالأكونت اللي إحنا عملناه على أدمو، هو كده كده هيخش أوتوماتيك زي ما أنت ما شايف. هاقوم داخل على كلمة الدفعات وبعد كده هاخش على معلومات الدفع، ونركز هنا بقى كويس أوي، لإن هاقول له إضافة حساب دفعات. ونركز يا جماعة إن ما ينفعش أي واحد يكون عنده أكتر من حساب دفعات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك ببساطة شديدة كل واحد فينا ليه حساب دفعات أو ليه حساب أدسنس واحد. طيب أنا حبيت أعمل أكتر من حساب، يبقى حساب مرة بقى باسم أخوك، مرة باسم والدك، مرة باسم والدتك، المهم إن كل إنسان ليه حساب واحد، وده بناءً على كلام جوجل أدسنس والقوانين والسياسات بتاعة جوجل أدسنس. بعد كده ببساطة شديدة نخش على الاسم، أول حاجة قبل الاسم وقبل أي حاجة نوع الحساب، هل فردي والّا مؤسسة؟ فردي ده للأشخاص اللي زيي وزيك وزي أغلب اليوتيوبرز، إنما مؤسسة لو أنت دوست على مؤسسة هيطلب منك رقم ضريبي، هيطلب منك بطاقة ضريبية لإن أنت بالنسبة له شركة، فلأ إحنا ببساطة شديدة هنختارها فردي، لإن لو أنت اخترتها مؤسسة هنيجي ساعة إثبات الهوية أنت يعني بُص حسابك هيتقفل، يعني هيتقفل ما تقلقش، حتة هيتقفل فهو هيتقفل، لإن أنت ببساطة شديدة مش هتعرف تقدم لهم المستندات اللي هم عايزينها، إنما في حالة الفردي كل اللي إحنا هنعوز مننا البطاقة. أنا هافهمك كل حاجة دلوقتي. أول حاجة الاسم، هنا هنكتب الاسم زي ما هو موجود في البطاقة. محمد أكتبه بالإنجليزي أو بالعربي؟ هو حضرتك في بطاقتك الشخصية مكتوب بإيه؟ بالعربي، يبقى يتكتب بالعربي. طيب محمد يا علاء، طب أنا معايا باسبور، يبقى تكتبه بالإنجليزي زي ما هو مكتوب بالضبط في الوثيقة اللي معاك. شوف الوثيقة اللي معاك سواء كان جواز سفر أو بطاقة، شوف مكتوب فيها إزاي. أنت مكتوب بالصيني هتكتبه بالصيني، تايواني، تايواني. طيب أنا مثلًا معايا بطاقة شخصية أو أنا مثلًا كده، هتكتب الاسم زي ما هو مكتوب فيها بالملي، بالحرف، بالسنتي، بالمسافة، تمام. أنا مثلًا في حالتي أنا كده مجهّز الكلام معايا.
في البداية خالص أنا هاكتب الاسم زي ما هو مكتوب في البطاقة بالضبط، أهو، زي ما هو مكتوب بالملي لا أزيد ولا أقل. طب محمد أكتب اسمي الرباعي والّا الخماسي؟ هو مكتوب في بطاقتك إيه؟ هتقول لي الخماسي، هاقول لك اكتب الخماسي، على حسب الوثيقة اللي معاك هتكتب. طيب نخش بقى عند العنوان وده اللي عامل لبس لأغلب الناس. محمد يا علاء، أنا دلوقتي مثلًا العنوان اللي موجود في بطاقتي هو مش نفس العنوان اللي أنا قاعد فيه دلوقتي، أعمل إيه؟ هتكتب العنوان اللي موجود في البطاقة. يعني أنت دلوقتي مثلًا مكتوب في البطاقة إن أنت عايش في القاهرة، بس أنت في الحقيقي أو في الوقت الفعلي أنت عايش فين؟ في مثلًا في أسيوط أو في المنوفية أو في أي محافظة غير محافظة القاهرة. في الحالة دي تعمل إيه؟ تكتب العنوان اللي موجود في البطاقة، مع إنك أنت مش متواجد فيه حاليًا، ما لناش دعوة، أنا ليّا حضرتك بالبطاقة، بطاقتك، بطاقتك، اكتب الموجود في البطاقة. طيب محمد يا علاء أكتب العنوان إزاي؟ بُص يا باشا، أول حاجة أنت بتبتدي من الكبير للصغير، يعني إيه؟ يعني أنت مثلًا في الحالة بتكتب مصر اللي هي الدولة، بعد كده بتشد كده أهو شرطة وتعمل علامة الslash اللي هي دي، تمام، بعد كده بتكتب المحافظة، أنا مثلًا القاهرة أهو، تمام، بعد كده باقوم جاي كده أهو وشادد شرطة، تمام، أهو، طيب بعد كده أكتب الأصغر المدينة، في الحالة دي أنا هاكتب أنا من المعصرة، أهو المعصرة المحطة، يبقى أنا ابتديت من الكبير للصغير. طيب كده ده بالنسبة لسطر العنوان الأول. سطر العنوان التاني هتبتدي بقى تخش بالتفصيل شوية، يعني مثلًا هنكتب هنا أهو رقم المنزل باسم الشارع، أنا مثلًا هاكتب منزل رقم 11 واسم الشارع بتاعي، تمام. وبعد كده أهو ببساطة شديدة بعد ما كتبت منزل رقم كذا شارع كذا، هاكتب هنا أهو علامة سلاش أرجو التواصل على الرقم التالي، تمام، واشد نقطتين واكتب الرقم بتاعي. بقى أول حاجة كتبت البلد، بعد كده المحافظة، بعد كده المنطقة. طب في العنوان التاني كتبت اللي هو المنزل بالإضافة لاسم الشارع، بس كده، بس كده. هتكتب هنا هو المدينة، بس أنا بالنسبة لي المعصرة. طيب المقاطعة لو هي ظهرت لك بيضة بالشكل ده هترجع لورا سنة بس هتلاقيها ظهرت معاك، بعد كده تختار المحافظة اللي أنت منها. أنا مثلًا في حالتي أنا القاهرة. طيب الرمز البريدي، محمد أنا مش عايز أصدّع دماغي بحوار الرمز البريدي ده، أعمل إيه؟ هتخش كده في صفحة جديدة وتكتب الرمز البريدي مثلًا المعصرة المحطة، بالنسبة لي أنا باكتب المنطقة اللي أنا فيها. طيب هنا أهو زي ما أنت ما شايف هنخش هنا مكتب بريد المعصرة، ده الرمز البريدي بالنسبة لي، آخده هنا أهو وأقوم جاي هنا في معلومات الدفع وأضيف الرمز البريدي. رقم الهاتف اختياري، عايز تضيفه ضيفه، مش عايز تضيفه براحة راحتك، إحنا كده كده ضفناه فوق. تمام، بعد ما مليت البيانات اللي قدام حضرتك دي كلها هابتدي وأدوس إرسال. زي ما أنت ما شايف هنا أهو ببساطة شديدة تمت معايا الموضوع وأهلا بيك، كده بقى معانا حساب في جوجل أدسنس، وزي ما أنت ما شايف اسم الحساب موجود، كل حاجة موجود، بس يتبقى حاجة واحدة. طب يا محمد يا علاء أفرح بقى وآخد الحساب وأروح أربطه بقناتي على اليوتيوب؟ اوعى، لازم ببساطة شديدة الحساب عشان يتفعل بنقعد تقريبا في حدود من 24 ساعة ل 48 ساعة ل 72 ساعة على حسب، ما فيش مشكلة. بس افتكر دايما النصايح اللي قلتها لك في البداية، فناخد بالنا من التاتشات الصغيرة، التاتشات الصغيرة دي ممكن فعلا تقفلك قناتك. شكرا كتير لكم، السلام عليكم، باي باي، وشكرا كتير، السلام عليكم، صلى على النبي.